النهارده انا مش هتكلم نظري، النهارده انا هنزل اشتري سبيكة ذهب ونشوف التجربة على الطبيعة. اكيد بقالك فترة بتسمع جملة ان الذهب هو الملاذ الامن، بس حد قالك تشتريه ازاي او تعمل ايه او تخلي بالك من ايه؟ انا هقول. ما تيجوا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ اشرف، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزين شايف انت الذهب ايه اليومين دول؟ الدنيا رايحة في داهية. ما حدش يعرف في حاجه يعني. السعر متذبذب طبعا على اساس قرار الفيدرالي، سواء رفع صحيح. الفايده بينزل الفايده، فدي بترفع سعر الذهب، وفي تكالب عالمي على سعر الذهب. صحيح. ما احنا يعني عايزين نلحق بقى اي على حاجة حيازة كده. الذهب. طبعا. عايزين نجيب سبيكة. يعني انا ما افهمش طبعا حاجه بقى لا في الذهب، انا كل القصه معايا قرشين عايز احفظهم، لان انت عارف القيمه طبعا مجرد ما الذهب هيرفع الدنيا هتروح في ده. السبيكه على حسب سعر الذهب، وبتضيف عليه المصنعيه بتاعتها، بتبقى حوالي 70 جنيه، بتسترد منها 30 جنيه كاش باك لو انت بتبيع حسب سعر الذهب، بالاضافه 30 جنيه فوق سعر الذهب. يعني وانا ببيع بتاخد 30 جنيه كاش باك. انا دلوقتي بدفع 70، بس ساعه ما اجي ابيع هاخد كاش باك من ال 70 جنيه اللي انا دفعتها. 30 جنيه صح كده؟ طيب وهي بتبقى ايه، عيار 24 ولا 24؟ مفيش 21؟ لا، الجنيهات 21 لكن السبيكه 24. طيب الانواع، لان في هو شركات يعني في اكتر من شركه منزله السبائك، افضلهم ايرا وبي تي سي سام. انا سمعت عن بي تي سي كله هو بيشكر سواء فيها، بيقولوا هي اي شركه هي ذهبها مدموم تحت اندر مصلحه الدمغه، ومدموغه بعيارها وشغلها سليم، والمحل انت بتاخد منه محل معروف ومضمون وكده، بتاخد بيها فاتوره بالوزن والسعر والثمن وسعر انا سرشت كده قبل ما اجي، طبعا كله اول حاجه بيقول طبعا التاجر نفسه يكون حد امين، فيعني ما فيش افضل من حضرتك طبعا. الله يخليك. الله يبارك لك. وان الحاجه تكون مضمونه، تكون الماركه بتاعتها مضمونه، ماركتها، وتاخد فاتوره بالوزن، بتاخد بالسعر والوزن والعيار فاتوره بيها. بي تي سي دي اماراتي تقريبا؟ لا، بي تي سي شركه مصريه تبع شركه حسن نصار، موجوده هنا اصلا. نصار. طيب كان في بيقولوا هي الدمغه لو دايره مش عارفه تبقى تبع الامارات، لو محفوره تبقى تبع مصر، دي فيها مشكله ولا ما تفرقش؟ لا ما تفرقش، كلها عيارها 24 كده شغال. طيب عايزين سبيكه 10 جرام. وهل في منها مضروب؟ يعني في ممكن الناس يضحك عليها وتاخد سبائك مضروبه؟ لا، انت بتعتمد على المحل اللي انت واخد منه. انا واخد السبيكه دي وعليها سيريال نمبر مسجل في الفاتوره. سيريال نمبر مظبوط، هي بيبقى عليها سيريال نمبر بيتسجل في الفاتوره اللي انا هاخدها بالظبط. فكده ادي المحل وادي السبيكه وادي السيريال نمبر، فما فيش اي مجال للتلاعب. بالظبط. خلاص احنا عايزين واحده 10 جرام، هيبقى سعرها ايه؟ هو دلوقتي 5 400 24 على 21 6 234 ودي 70 63040. وانا نويرة، ولو عايز تشوف تجارب تانية عملية اخبط اللايك والسبسكرايب وما تبخلش عليا بيهم.